25 يونيو الاهلي والاسماعيلي في استاد القاهره، ودخلت التراس اهلاوي متعوده دايما، دخله مبدعه بعرض المدرج كله وتنظيم رايق على المنجويه، عشان بعدها باربع ايام يوم 29 يونيو 2011 وقدام الزمالك اهلاوي بيبدع وبيعمل دبل تيفو، يعني دخلتين. الأولى للساحر والدجال، وهي عبارة عن اتنين قرع راحوا للدجال فاكرين البطولات بالسحر والأعمال، والدخلة التانية هي عبارة عن كلمة هل بعرض المدرج وفي نصها شيطان ومكتوب البعض يمتلك ذاكرة سمك فينسى أنه قزم أمام المالك، وحرفيا ما اكتفوش بكده، ده كمان عملوا بايرو شوب شماريخ رهيب جدا طول المباراة. 3 يوليو الأهلي وسموحة، الألترس بيعمل دخلة للعيبة وبيكتب فوقها بطولة قاتلتم من أجلها، جمهور أصر على حسمها. 10 يوليو قدام المقصة تيفو مبدع ومكتوب فوقه بالبلدي مش بالأمريكاني خد ده وانا قاعد مكاني وافهم انت بقى، وبيحتفلوا برضه بالاولد سكول لان خلاص الدوري اتحسم رسميا للاهلي. 12 اغسطس 2011 وفي تعاون التراس اهلاوي مع ديفلز مباراه مولوديه الجزائر في افريقيا، وبيعملوا لنا دخله امبيرور العظيمه. 22 اغسطس الالتراس بيحرق علم اللي ما يتسموش في التتش. 6 سبتمبر مباراه الاهلي وكيما اسوان وهجوم التراس اهلاوي على وزاره الداخليه للنظام السابق، وقبل نهايه المباراه بيهاجموا داخليه النظام الحالي وقتها، واللي مش بيسكت على ده عساكر الامن المركزي اللي بالفعل بيقتحم المدرج وبيشتبكوا مع افراد التراس اهلاوي وبيقبضوا على حوالي 25 مشجع منهم. بعدها الالتراس بيقطع طريق صلاح سالم كله، والامن بيرفض ان اتوبيس النادي الاهلي يتحرك من الاستاد قبل ما الحوار ده يتفض، واتقال ان افراد الامن ضربت رصاص حي على الجمهور واتصاب منهم ناس، ولكن بعدها طلع اشاعات بتكذب القول ده وبيقولوا ان دي عباره عن مسدسات صوت لتهدئه الوضع لا اكتر، والموضوع خلص على 118 مصاب وقتها من الطرفين. 16 سبتمبر في ماتش الترجي اهلاوي بيعمل تيفو كامل بعنوان الحريه للالتراس، وكانوا قبلها بكام يوم بيحيوا ذكرى محمد عبد الوهاب في المدرج برضه. 14 اكتوبر مباراه الحرس في استاد الاسكندريه، الالتراس بيعمل بايرو شو على طريقته عشان تنور مشمع اعظم نادي في الكون. 23 اكتوبر الاهلي والجونه في استاد القاهره وتيفو جمهوره ده حماه،